هل رأى آدم ربه وكذا إبليس؟ الصحيح أن الله تبارك وتعالى له حجاب، وهذا الحجاب هو النور. وياك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية أخرى قال نور أنا أراه. فالله تبارك وتعالى جعل له هذا الحجاب وهو النور، وقال سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره سبحانه وتعالى. فالقصد أنه الصحيح أنه لا يرى أحد ربه تبارك إلا يوم القيامة، ذلك لأن الأبصار لا تستطيع. الله تبارك أعطانا قوة على قدرنا لا تحتمل. وإذاك لما موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤيا ماذا قال الله له؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. تصوروا أنتم جبل جلمود صخر، لما كشف الله الحجاب بينه وبين الجبل اندك، فكيف الآدمي الذي من لحم ودم؟ ما يحتمل. فالقصد أن الله تبارك لما لا يرى رحمة سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتحمل هذه الرؤية، لأنه يقول حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره كما أحرقت الجبل. لكن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه يوم القيامة إذا أدخلنا وإياكم الجنة يمن علينا بقوة، يعطينا من القوة التي من خلالها نتمكن من تحمل رؤيته والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى. فالصحيح لا إبليس ولا آدم ولا غيرهما. عندك هم، عندك حزن، اسمع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلته أزال الله همك وحزنك بمشيئة الله تبارك وتعالى. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. احفظوا الدعاء وطبقوه وانشروه، الدال على الخير كفاعله. آمين. أليس عندك دعوات؟ أليس عندك حاجات؟ أليس في عينك دمعات؟ أليس في صدرك حشرجات؟ أليس هناك لك طلب لرب الأرض والسماوات؟ لماذا لا تخلو به فيعطيك ويفيض عليك جل وعلا من نعيم الدنيا والآخرة؟ لذا أحبابي دعوة إلى ساعة الجمعة هذه ألا تحرم نفسك وأن تتلذذ بها وأن تنتظرها. أغلق الجوال، صليت العصر جميل أن تجلس، ولذلك لا يشرع أن تكون صائما، لك أن تأخذ طعاما، أن تشرب من ما شئت، اشرب شاي وقهوة واجلس في ركن قصي في المسجد واستغفر وأكثر من الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. ذاك الذي لا يرفع دعاؤنا إلا إذا صلينا عليه صلى الله عليه وسلم. وحث الحبيب في يوم الجمعة أن نصلي عليه وصلاتنا معروضة عليه. ثم إذا أذن المغرب انظر ماذا كسبت وانظر ماذا كسب من خرج بعد صلاة العصر. أيهما الكاسب؟ الذي خلا بالله أو اللي خلا بالسيارات وبواري السيارات ومشاكل أهل الدنيا؟ مسكين ذاك الذي استبدل الخلوة بالله بأن خلا بنفسه فأتى الشيطان معه ووسوس له، أو خلا بمشاكل دنياه. وحل جميع المشاكل بيد الله. ألا تخلو مع من بيده مفاتيح وخزائن كل شيء. يقول والله لا أعاني إطلاقا، مع أن يقول ميزانيتي بالملايين بل عندي رصيد لسنوات. كيف؟ قال من خلال تدبر آيات وصلت إلى اليقين والثقة ويعد الله. يقول لم أعاني بعدها من أي أزمة أبدا. ما هي هذه الآية؟ أفدنا. قال كنا يوم من الأيام في مجلس طلاب علم، ففي ختام المجلس قال صاحب المجلس: يا شيخ فلان أحد المشايخ اختم المجلس،
قال طيب أختم المجلس فيه مشايخ. يقول فقلت له القرآن ما يتعلق بالمشايخ ولا العوام، هذا كلام الله جل وعلا، اختم المجلس. يقول سبحان الله، فإذا هو يقرأ بصوت ندي وجميل: والليل إذا يغشى. شوف القسم، والليل إذا يغشى والنهار إذا يغشى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم شتى. لاحظوا كيف إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول والله كنت أقول للشيخ وقف يكفي،